بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة سنة تالتة. هنبدأ النهاردة إن شاء الله حل مجموعة أسئلة من نماذج التقييمات. إن شاء الله احنا بنستعد لامتحانات شهر مارس. Choose the correct answer. اختار الإجابة السليمة. Number 1. Don't not on the chair. لا إيه على الكرسي. طبعا don't من الكلمات اللي بستخدمها لما أجي أعمل أمر منفي، ودونت معناها لا. ليها قاعدة بتقول إن لازم يجي وراها الفعل بدون إضافات في الانفينيتيف في المصدر. ندور على الفعل في المصدر. طبعا jumped مش في المصدر فيها إضافة، وجامبس برضو مش في المصدر فيها إضافة. الإجابة عندنا كلمة jump يعني يقفز، وكلمة jump اخترناها علشان هي بدون إضافات. يبقى don't jump on the chair. لا تقفز على الكرسي. I didn't know the man at the door. أنا معرفش الراجل اللي على الباب. He was a not. هو كان إيه؟ طبعا لو في شخص على الباب وانت متعرفوش هيكون ايه؟ نشوف الإجابات. brother أخ، طبعا خطأ. friend صديق، طبعا خطأ. لو صديق أو أخ أكيد هتعرفهم. لو شخص متعرفوش هيبقى stranger يعني غريب. يبقى I didn't know the man at the door. أنا معرفش الراجل اللي على الباب. he was a stranger. هو يكون أو هو كان غريب. Number 3. The not arrived quickly to help the injured. يعني قال ايه؟ وصلت بسرعة علشان تساعد المصاب. طيب نشوف ايه الحاجة اللي بتيجي علشان تساعد اي مصاب. طبعا كلمة بايك دراجة غلط. باص اتوبيس طبعا غلط. يبقى الإجابة كلمة ambulance، وكلمة ambulance يعني إسعاف. يبقى the ambulance الإسعاف arrived quickly وصلت بسرعة to help the injured علشان تساعد المصاب. Number 4. The boy wore a نقط while riding his bike. يعني الولد ارتدى ايه أثناء ما هو كان راكب العجلة بتاعته. ايه الحاجة اللي الولد هيلبسها وهو راكب عجلته؟ sign لافتة أو علامة، طبعا خطأ. هات قبعة، يعني هي ممكن بس احنا بنلبس حاجة تاني علشان تحمي دماغنا من الحوادث. طبعا كلمة helmet هي الإجابة السليمة. helmet بمعنى خوذة. يبقى the boy wore a helmet. الولد ارتدى خوذة while riding his bike أثناء ركوب دراجته. ونكمل حل أسئلة الاختيار. choose the correct answer. اختار الإجابة السليمة. I cleaned my room all by نقط. أنا نظفت غرفتي كلها بإيه؟ طبعا احنا خدنا الضمائر المنعكسة واحنا كلنا حافظين ان الضمير I بيتحول myself بنفسي. يبقى I cleaned my room all by myself. أنا نظفت غرفتي كلها بنفسي. Number 2. I packed some نقط in my lunch box for a snack. يعني أنا جهزت بعض إيه لصندوق الغداء بتاعي علشان الوجبة الخفيفة. طبعا كلمة بوكس ما تنفعش بمعنى كتب، وكلمة بنز برضو بمعنى أقلام ما تنفعش في الإجابة. فأنا ممكن أجهز nuts يعني مكسرات للوجبة الخفيفة، ودي كلمة مناسبة. يبقى I packed some nuts. أنا حضرت أو جهزت بعض المكسرات in my lunch box في صندوق الغداء بتاعي for a snack علشان الوجبة الخفيفة. Number 3. She not her face every morning. هي ايه لوشها او لوجهها every morning كل صباح. ايه الفعل اللي بستخدمه مع وشي كل صباح؟ طبعا drinks يشرب، طبعا خطأ. exercise يتمرن، خطأ. يبقى washes. كلمة washes معناها يغسل. يبقى she washes her face every morning. يبقى هي بتغسل وشها كل صباح. Number 4. I eat نقط tomato. أنا باكل، وجايب هنا كلمة توميدو بمعنى طماطماية. طبعا كلمة توميدو هنا جاية مفرد، وأنا مع المفرد بستخدم أدوات النكرة أو آن.
امتى بستخدم آن؟ بستخدم آن قبل الاسم المفرد اللي بادئ بصوت متحرك. وامتى بستخدم بستخدم قبل الاسم المفرد اللي بادئ بصوت ساكن. يبقى طبعا عندي كلمة توميدو بادئة بحرف التي، والتي من الحروف الساكنة، يبقى هختار الإجابة الأولى يبقى I eat a tomato، يبقى أنا أكلت طماطماية واحدة. ولسه مكملين في حل أسئلة التقييمات. Unit 3 choose the correct answer، اختار الإجابة السليمة. Number 1 being not means showing courage in hard times. إن أنت تكون ده معناه إن أنت بتظهر الشجاعة في الأوقات الصعبة. تعال نشوف الاختيارات ونترجمها. الإنسان اللي بيظهر الشجاعة في الأوقات الصعبة beautiful، جميل، طبعا خطأ. late، متأخر، طبعا خطأ. يبقى الإجابة brave، وكلمة brave يعني شجاع. نقول الجملة بالإجابة being brave، إن أنت تكون شجاع، ده means معناه إن أنت showing courage in hard times، بتظهر الشجاعة في الأوقات الصعبة. Number 2 my sister is not، أختي تكون because she helps her friends، علشان هي بتساعد أصدقائها. طيب الإنسان اللي بيساعد أصحابه ده نشوف الكلمات ومعانيها. brave، شجاعة، لا هي المساعدة ملهاش علاقة بالشجاعة. lazy، كسولة، طبعا خطأ. يبقى الإجابة helpful، وكلمة helpful يعني متعاونة. يبقى my sister is helpful، أختي متعاونة because she helps her friends، علشان هي بتساعد أصدقائها. Number 3 he is not and never lies، هو وأبدا لا يكذب. طيب تعال نشوف الإجابات اللي عندنا ونترجم معناها. طيب اللي مش بيكذب ده هيبقى lazy، طبعا خطأ. unkind يعني مش طيب ولا عطوف، طبعا خطأ. يبقى الإجابة كلمة honest، وكلمة honest يعني صادق. he is honest، هو صادق، and never lies، وأبدا لا يكذب. Number 4 the نقط ran very fast in the race، مين اللي بيجري بسرعة في السباق؟ تعال نشوف الاختيارات اللي عندنا ونترجمها. the teacher، المدرس، طبعا خطأ. the singer، المغني، برضو خطأ. يبقى الإجابة the athlete، وكلمة athlete يعني اللاعب الرياضي. يبقى the athlete ran fast in the race، يبقى اللاعب الرياضي جري بسرعة في السباق. Number 2 watch your نقط when you go down the stairs، راقب لما تيجي نازل السلم. طبعا watch your، راقب اللايتس، الأنوار، خطأ. راقب البايكس، الدراجات، خطأ. يبقى watch your steps، راقب خطواتك when you go down the stairs، لما تنزل السلم. Number 1 you not eat too much candy. طبعا هنا بيقول انت كثير من الحلوى. طبعا اكل الحلوى كتير ده شيء غير صحي، فطبعا هنختار كلنا mustn't. يبقى you mustn't eat too much candy، لا يجب أن تأكل كثير من الحلوى. firefighters help people in a أو an نقط، يعني رجال المطافي بيساعدوا الناس في نشوف الاختيارات. game، لعبة، خطأ. listen، درس، خطأ. يبقى emergency، في حالة الطوارئ. يبقى firefighters رجال الإطفاء help people بيساعدوا الناس in an emergency، في حالة الطوارئ. ندى brushed her hair by نقط، ندى سرحت شعرها طبعا احنا خدنا الضمائر المنعكسة، وعندنا ندى ضميرها she، وطبعا she هتتحول ل herself بنفسها. يبقى ندى brushed her hair by herself، ندى سرحت شعرها بنفسها. Number 2 نقط are bad for our teeth، يكون ضار لأسناننا. نشوف الاختيارات.
eggs بيض طبعا خطأ. nuts مكسرات خطأ. يبقى الإجابة كلمة sweets الحلويات، وفعلا السويتس الحلويات are bad for our teeth ضارة لأسناننا. Number 1. It is healthy to do some نقط every day. إنه صحي أن تفعل بعض إيه كل يوم. طبعا كلمة homework خطأ واجب. sleep النوم خطأ. يبقى عندنا كلمة exercise يعني تدريب أو تمرين. يبقى it is healthy to do some exercise من الصحي إن أنت تعمل بعض التمرينات every day كل يوم. Number 2. The restaurant has a special نقط for children. المطعم عنده إيه خاص للأطفال. نشوف الإجابة المناسبة. window شباك خطأ. TV خطأ. TV يعني اختصار لكلمة تلفزيون يعني تلفزيون. يبقى هنختار كلمة menu، وكلمة menu هنا معناها قائمة طعام. يبقى the restaurant المطعم has a special menu المطعم عنده قائمة طعام خاصة for children للأطفال. Number 1. He is brave هو brave شجاع، وsmart وذكي and kind وطيب. He is a true A هو A حقيقي. player لاعب خطأ. lazy كسول خطأ. يبقى true hero هو بطل حقيقي. يبقى he is brave هو شجاع smart ذكي and kind وطيب. he is a true hero إنه بطل حقيقي. Number 2. My dad is a teacher. أبي يكون مدرس. he نقط math هو إيه مادة الرياضيات. شوف الاختيارات. rescues ينقذ طبعا خطأ. wears يرتدي خطأ. يبقى الإجابة عندنا كلمة teaches يدرس. يبقى my dad is a teacher أبي مدرس. he teaches math يعني هو بيدرس مادة الرياضيات. Number 1. watch out احترس that net is a نقط. هنا بيقول احترس تلك الشبكة تكون ايه. شوف الاختيارات. step طبعا كلمة step بمعنى خطوة خطأ. slip ينزلق خطأ. يبقى الإجابة trap، وكلمة trap يعني فخ. يبقى watch out احترس that net is a trap هذه الشبكة تكون فخ. ونكمل مع بعض. choose the correct answer اختار الإجابة السليمة. Number 1. The kitchen was full of نقط يعني المطبخ مليء بإيه. when the bread burned عندما الخبز احترق. يبقى لما الخبز هيحترق هيكون فيه ايه. يبقى المطبخ مليء بايه. air هوا خطأ. juice عصير خطأ. يبقى اكيد المطبخ مليء بالسموك. smoke يعني الدخان. يبقى the kitchen was full of smoke المطبخ كان مليء بالدخان. when the bread burned لما الخبز اتحرق. Number 2. You should always be proud of نقط. يجب أن تكون دائما فخور بإيه. طبعا احنا خدنا الضمائر المنعكسة. الضمير اللي عندي you بيتحول لإيه. تمام yourself بنفسك. يبقى you should always be proud of yourself. انت لازم تكون او يجب ان انت تكون دائما فخور بنفسك. Number 3. A doctor's نقط is to help sick people. ايه الدكتور ان هو يساعد الناس المريضة. نشوف الاختيارات. A doctor's uniform الزي الموحد طبعا خطأ. A doctor's sport كلمة sport يعني رياضة خطأ. يبقى a doctor's job وظيفة الدكتور is to help sick people إن هو يساعد الناس المريضة. Number 4. First أولا I finished my homework. أولا أنا خلصت واجبي. نقط I played outside. إيه أنا لعبت بالخارج. كلمة first معناها أولا، وبعد ما بستخدمها بستخدم كلمة تانية. مين فاكرها؟
تمام. then ثم، يبقى first I finished my homework، في الأول أنا خلصت واجبي. then ثم I played outside، أنا لعبت بالخارج. number 5 you should take your نقط. يجب إن أنت تأخذ إيه on time، في الوقت المحدد to get well، علشان تتحسن. نشوف الاختيارات. book كتاب خطأ، toy لعبة خطأ. يبقى اللي المفروض أخده في الميعاد المحدد علشان أتحسن هو طبعا الميديسين، الدواء. يبقى you should take your medicine، يجب أن تأخذ دوائك on time، في الميعاد المحدد to get well، لكي تتحسن. number 6 they eat، هم بياكلوا نقط rice for lunch، هم بياكلوا ايه رز على الغداء. طبعا كلمة رايس عندي من الكلمات اللي لا تعد، والكلمات اللي لا تعد ما بستخدمش معاها ولا ولا آن. يبقى الإجابة كلمة some، وكلمة some هنا معناها بعض. يبقى they eat some rice for lunch، هم بياكلوا بعض الأرز على الغداء.